السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال واحسن صحة. وجيت لكم بفيديو جديد ومفاجأة جديدة وهدية جديدة. والسلحفة اللي معانا دي مصري واسمها فل. زي ما حضراتكم شايفين كده. فحبيت طبعا اقول لكم معلومات مهمة جدا جدا لو عايزين تشتروا سلحفة جديدة. ازاي تقدروا تختاروها، وخصوصا لو لسه مبتدئين في تربية السلاحف. لازم نختار سلحفة كويسة عشان ما تتعبناش في التربية، وكمان عشان نقدر نتعامل معاها بكل سهولة. هنقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وسلم. واقول لكم ايه حكايه السلحفه الجميله بتاعتنا فله. طبعا فله جايه لي تبني من اسكندريه، فطبعا ده طبيعي جدا ان هي تيجي ما بتتحركش وداخله جوه الصدفه بتاعتها من طبعا الطريق وكده. فانا هسيبها في الكرتونه بتاعتها، وتاني يوم خدتها طبعا وحطيتها في الشمس عشان خاطر اقدر اتعامل معاها. فطبعا هي خايفه جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين. هي ما شاء الله يعني الصدفه بتاعتها كويسه وما شاء الله عليها نظيفه وجميله زي ما حضراتكم شايفين كده. بس للأسف جبانة جدا جدا جدا، وداخلة جوه الصدفة بتاعتها بطريقة غير طبيعية. وده صعب جدا ان احنا نقدر نتعامل معاها، خصوصا لو لسه بنربي مبتدئ ما عندوش خبرة. بصوا، مسافة بس ما بلمسها او بتشوف اي حركة جنبها بتروح داخلة في الصدفة بتاعتها على طول. فانا لو رايح اشتري سلحفة وشفت السلحفة داخلة جوه الصدفة بتاعتها وما بتتحركش وما بتتعاملش، صعب جدا ان انا اجيبها. فزي ما حضراتكم شايفين كده، مجرد الحركة جنبها بترعبها. الله اعلم ايه السبب. طبعا السلاحف لما بتبقى بالطريقة دي بتبقى خايفة جدا، او تعرضت لمثلا لعب بالاطفال، او مثلا اتخبطت او وقعت او كده. بس طبعا هم صحابها بيقولوا لي لا، احنا كنا محافظين عليها وكده، بس هم جايبينها من بيت تاني. فالله اعلم ايه اللي مر بالسلحفه دي مخليها خايفه جدا وداخله جوه الصدفه بتاعتها. طبعا السلاحف الطبيعه بتاعتها لما بتحس بالخطر بتدخل جوه الصدفه بتاعتها، عشان كده ربنا خلقها بالصدفه دي. كل ما بتحس بالخطر فبتدخل جوه الصدفه بتاعتها وما بتطلعش. اما لو السلحفه حاسه بالامان هتتحرك عادي وتخرج، وخصوصا لما بنحطها في الشمس. هنا طبعا هي مش راضية تخرج خالص. انا بعمل لها الحركة اللي في بطنها دي عشان اقدر اشوف عينيها فيها ورم، ايديها فيها ورم، اي حاجة. فهي الحمد لله عينيها ما فيهاش حاجة ولا جسمها فيه حاجة. هي كويسة وكل حاجة، بس المشكلة ان هي خايفة جدا. انا قلت احتمال يكون من السفر، عشان طبعا زي ما قلت لحضراتكم المشوار بعيد جدا من اسكندرية للشرقية. مسافة كبيرة يعني، قعدت فدي مسافة مش قليلة. اكيد طبعا كان في مطبات او هزات او حاجات من دي. فطبيعي السلحفة بتبقى محتاجة تحس بالامان. طب نتعامل معاها ازاي طنط نانا لو جات لنا هدية وكانت بالشكل ده؟ انا بقول لو هنروح نشتري سلحفة ما نشتريهاش اللي داخله جوه الصدفه، اوكي؟ طيب هي لو جات لنا هديه نتعامل معاها ازاي؟ نحسسها بالامان. طب يعني ايه نحسس السلحفه بالامان؟ يعني اول حاجه هنعملها لها نقصص لها بيت. ما ينفعش ان احنا نسيبها بتمشي في الشقه كده ونخبط فيها ونرعبها اكتر. هنا طبعا لما ابتديت يعني احسس على الصدفه بتاعتها ابتدت تحس بالامان شويه، فابتدت تطلع راسها شويه، بس برضو مش كفايه، لان لسه شايفين من اقل حركة حبيبة قلبي مرعوبة شايفين مرعوبة جدا. طيب هم صحابها بعتوها لي لان طبعا يعني هم ما عندهمش شمس، وفي نفس الوقت مش عارفين يتعاملوا معاها، لان زي ما حضراتكم شايفين كده هي بتخاف بطريقة فظيعة يعني. فطبعا اول حاجة هنعملها لو جات لنا سلحفة زي كده، مش هنغصب عليها في الاكل، لان هي طبيعي هتكون رافضة الاكل ده اكيد يعني. اول يوم ده هتكون رافضة الاكل. تمام. اما بعد كده لما نحطها في بيت خاص بيها ومحدش يعمل لها ازعاج، ولا صوت عالي، ولا مثلا اطفال يشيلوا ويحطوا فيها، ولا حد يبهدل فيها خالص. وخصوصا كمان لما تشوف ان انا عندي سلاحف هتحس بالامان. لما تشوف سلاحف تانية عندي اكيد هتحس بالامان. وزي ما قلت لحضراتكم اول حاجة ممنوع نشيل ونحط فيها، ممنوع نسيبها في الشقة لوحدها، لان كتير بيبعتولي يقولوا لي والله يا طنط نانا احنا كنا سايبين السلحفة وبالصدفة كده وانا ماشي خبطتها غصب عني من غير ما اقصد، ومش عارف اعمل ايه. اكيد طبعا من غير ما تقصد، واكيد برضو لو دوست عليها
برضو اكيد بدون قصد، واكيد طبعا لو وقعت من ايدك او من ايدك اكيد طبعا بدون قصد. فعشان كده انا بقول لازم نخصص للسلحفة بيت خاص بيها، ما ينفعش نسيبها في الشارع. طبعا انا بشكر جدا جدا صحاب السلحفة، لانهم على طول اوتوماتيك لما حسوا ان هم هي يعني صاحبة السلحفة بتقولي ان بقالها حوالي شهرين ونص عندهم، وبنوتتها كانت بتهتم بيها جدا. بس طبعا السلاحف زي ما حضراتكم عارفين، قد ما تربيتها سهلة جدا تربيتها صعبة جدا لو مش قدرنا نفهم لغتها. طبعا السلاحف ما بتتكلمش، ما بتقولش انا جعانة انا تعبانة انا عطشانة، ما بتتكلمش خالص. اما مع الخبرة، لو حد عنده خبرة هيقدر يفهم السلحفة عايزة ايه، هيقدر يفهم يقدر يتعامل معاها. طيب يا طنط نانا، حضرتك قلتي السلاحف المصري لذيذة وجميلة و... وممكن نربيها عادي. ايوه انا قلت كده، وفعلا انا عندي رأيي السلاحف المصري. بس السلاحف المصري حساسة جدا ورقيقة جدا وكيوت جدا، فعايزة معاملة خاصة. فلو انا اول مره هربي سلحفه اجيب يوناني، لان اليوناني مناعته اقوى، كمان جريء بسم الله ما شاء الله، كمان حجمه اقوى يعني حجمه اكبر. فكل ما السلحفه تكون كبيره كل ما السلحفه تكون مناعتها اقوى والتعامل معاها سهل. يعني كتير لما بيقولوا لي ايه راي حضرتك يا طنط نانا نشتري سلاحف صغيره او ولا سلاحف كبيره، فبنصحكم ان لو اول مره تربوا تشتروا سلاحف كبيره. اما السلاحف الصغيره دي متعبه جدا. انا عن نفسي السلاحف الفأس عايزه معامله خاصه وعايزه يعني اهتمام شديد جدا كمان عن السلاحف الكبيره. فكل ما اجيب سلحفه اكبر شويه كل ما يكون احسن شويه. وكمان لازم يكون عندي من التربيه السليمه او الاساسي في التربيه ان انا يكون عندي شمس. طبعا صحاب السلحفه بعتوها لي عشان هم ما عندهمش شمس، لان معظم الشوارع الوقت كلها ابراج وعاليه، فللاسف الشديد الشمس بتدخل باعجوبه سواء بقى في البلكونه او كده. طبعا في الحاله دي لو احنا عايزين نربي ممكن نربي فوق السطوح زي ما انا عملت. انا طبعا طلعت فوق السطح قلت لهم بيت كبير، بس للاسف يعني شايفين ايدي اسمرت جدا 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 يعني. فربنا يستر ويعدي الصيف على خير وما انزلش بقى ابقى شبه السودانيين بجد. يعني انا عشان بفضل اكلهم وبفضل قاعده قدامهم والشمس شديده عن البلكونه. يعني البلكونه انا كنت حاطه فيها ستاره، اما فوق السطح ما فيش، فمني للشمس. فبجد حاسه ان ايدي اسمرت ووشي اكني بصيف بالظبط. بس مش مشكله، المهم ان انا اربي تربيه سليمه عشان طبعا ما تحاسبش على السلاحف. يا ريت يا جماعه اللي مش هيقدر يوفر تربه في بيت السلاحف ومامته او مامتها بترفض حاجه زي كده عشان البيت ما يتبهدلش، خلاص احنا ما نفكرش ان احنا نجيب سلحفه من البدايه يعني. وكمان طبعا مرفوض جدا ان احنا نربي على سيراميك، يعني ممكن البلاط اهون من السيراميك شويه، ومع ذلك ما ينفعش ان احنا نربي عليه. وما ينفعش ان احنا نربي على مشمع نهائي ولا في طبق بلاستيك ولا الكلام الفاضي ده. يا ريت السلاحف كائن جميل ولطيف وزي ما احنا حابينه حابين نربيه عندنا في البيت، فيا ريت نحب مصلحته وعشان ما يعيش مننا ويعني يبقى بسم الله ما شاء الله. شوفوا ابتدت يعني ها شوية بشوية تطمن شوية يعني. فيا ريت اللي يشتري سلحفة يكون قد المسؤولية، واللي مش قد المسؤولية اللي ما عندوش مثلا شمس ولا قادر يوفر لها بيئة مناسبة أو بيئة طبيعية، يا ريت من فضله ما يشتريش. ولو عنده يا ريت يديها لحد يعني عنده إمكانيات إن هو يوفر لها شمس، لأن دي مسؤولية وهنتحاسب عليها وإحنا مش عارفين إيه اللي هيدخلنا الجنة وإيه اللي هيدخلنا النار. فانا بقول لحضراتكم انا فعلا بشكر اي حد بيفكر انه مثلا عنده سلحفة ومش قادر يراعيها انه يطلعها تبني او يديها لحد قد المسؤولية، مع ان دي مسؤولية كبيرة جدا. بس انا يعني بطلب من ربنا انه ربنا يعيني ويقويني ويجعلني سبب في علاج السلاحف دي والاهتمام بيهم. اللي عايزه اقوله لحضراتكم ان السلحفه لو رافضه الاكل، لو حسسناها بالامان وقعدناها في الشمس
منعنا اي طفل يشيل ويحط فيها، صدقوني هتاكل وتتعامل وتكون كويسة جدا. انا مش بستعجل على اكل السلاحف، كل سلحفة وليها طبيعتها يا جماعة. انا بعمل اللي عليا والباقي على رب العالمين. انا بعرض عليها اكل، مرة خس، مرة كابوتشا، مرة خيار، مرة يعني بنوع لها في الاكل لغاية ما اشوف هي حابة ايه. تمام. وانتظروا بقى الفيديوهات الجاية بإذن الله، وشوفوا أنا هقدر أتعامل مع السلحفة الجميلة فلة دي إزاي، وأخليها تقدر تحس بالأمان وتتعود على المكان وعلى السلاحف بتاعتي بسرعة. إذا عشت وكان لي عمر انتظروني في فيديو جديد، هستنى كومنتاتكم واللايك الحلو بتاعكم ودعوة حلوة من قلبكم. وإلى اللقاء في فيديو جديد بإذن الله. سلام عليكم.